هاتي نص كيلو من اللحمه المفرومه وتعالي بقى اقول لك هنعمل فيه ايه. هنضيف عليه بصله كبيره مبشوره، نص كوبايه من البقدونس، معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وقلبت بقى المكونات كلها مع بعضها كويس جدا كده بالشكل ده. هجيب بقى طبق وهبدا كده اخد الكفته بتاعتي واعملها صوابع كده صغيره كلها متساويه بالشكل ده. ممكن كمان نعملها مدوره لو مش عايزين تعملوها كده صوابع طويله. خلصت الكميه كلها كده، وعندي بقى طاسه على النار ضفت فيها معلقه كبيره من السمنه، رشيت كده رشه من الدقيق على الكفته، وهبدا كده انزل بالكفته في الطاسه وهبدا احمرها كلها كده بالشكل اللي احنا هنشوفه مع بعض ده. النار عندنا هنا متوسطه. حمرنا الكفته كلها بتاعتنا وخدت اللون البني الجميل ده. هجيب بقى طبق وهبدا كده ارفع الكفته بتاعتي في الطبق. الدهون بقى اللي نزلت في الطاسه هننزل عليها كده ببصله كبيره متقطعه قطع صغيره. هشوح في البصله شويه وهنزل عليها بمعلقه صغيره من الثوم المفروم. هقلب بقى الثوم مع البصل شويه وهنزل بالخضار، فلفل اصفر واحمر واخضر. هقلبهم كده مع البصل كويس جدا. وعندي بقى كده طماطميه هنزل برده بطماطميه متقطعه كده فوق الخضار. هرجع كده اضيف معلقه كبيره من صلصه الطماطم ورشه من الملح ورشه كمان من الفلفل الاسود. هرجع انزل الكفته بتاعتي على الخضار وهقلبها كده تقليبه واحده، وهنزل عليهم بنص كوبايه من الميه المغليه. هغطي عليهم لحد ما الكفته تستوي. وبعد كده بقى عندي حوالي 3 معالق كبار من دبس الرمان هنزل بيهم كده على الكفته. هقلب تقليبه واحده بس، وكلوا بقى احلى والذ كفته بدبس الرمان. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك